مرض الميكوبلازما من أكتر الأمراض انتشارا في عالم الدواجن، ده لأنه بينتشر أو بينتقل بشكل رأسي من خلال الأم المصابة عن طريق البيضة إلى الكتكوت عند حضرتك، أو كمان بينتقل بشكل أفقي من طائر لطائر. وده بيفسر لينا كلنا قد إيه أو ليه المرض ده منتشر جدا جدا. طيب إيه المشكلة ما ينتشر؟ طب ما نعالجه. هي بقى المشكلة كمان إن العلاج بيكون صعب شوية، ومش أي مضاد حيوي تقدر تحطه لعلاج الميكوبلازما ده، لأن الميكوبلازما حجمها أكبر من الفيروس شوية وأصغر من البكتيريا، وكمان ملهاش جدار خلوي، فمش كل المضادات الحيوية تقدر تعالج الميكوبلازما. طيب يا شباب، ما هي المضادات الحيوية الفعالة اللي أول ما اختارها يبقى فعلا اختياري صحيح، والجرعة المظبوطة قد إيه علشان نخلص من مرض الميكوبلازما؟ مرض الميكوبلازما بعض الدول بتسميه الطشمة، والبعض الآخر بيسموه المقطورة، ده لانه بيكون قاطره او بيحمل ورا منه معظم الامراض اللي احنا عارفينها زي السي ار دي مثلا. لازم وضروري جدا ان احنا نتخلص من المرض ده او نعمل وقايه للفراخ قبل ما يجي ويعمل مشاكل. مرض الميكوبلازما فيه اكتر من 200 نوع على مستوى العالم، لكن في 3 انواع مشهوره اللي هي الميكوبلازما جالي سيبتيكم او الام جي والام اس، والنوع الثالث اللي بيصيب الرومي، واحنا اللي يخصنا في فراخ التسمين عامه الام جي والام اس. الام اس بتعمل تورم وافرازات لونها اصفر حوالين مفصل الركبه، لما تشرح او تفتح مفصل الركبه تلاقي فيه مواد لزجه صفراء كده حوالين الاربطه عند مفصل الركبه، وكمان بتلاقي فيه تورم خفيف على كف القدم من تحت ما بين الاصابع. ده الام اس، ودي بتكون نادره مش مشهوره في التسمين. الاشهر خالص واكتر حاجه مشهوره دايما بتقابلنا، واللي غالبا هي اللي بتعمل بقى الاعراض التنفسيه اللي احنا بنقول عليها، هي الام جي، اللي هي عباره عن ايه؟ تلاقي الاعراض الظاهريه حوالين عين الفراخ او الجفون في تورم، تلاقي فيه افرازات من الانف، افرازات من العين زي ما هو ظاهر لحضرتك في الشاشه. وطبعا لما هنشرح هتلاقي التشريح عباره عن ان الاكياس الهوائيه معتمه، ولو الحاله تطورت معاك بتبص تلاقي وصلت لمرض السي ار دي اللي هو اتحاد الايكولاي مع الميكوبلازما، فيعمل لك تجبنات على سطح القلب والكبد والرئه، وتخش طبعا في مرحله صعب العلاج بمياه الشرب. طيب نرجع لمرجوعنا الاولاني، ما هو المضاد الحيوي المناسب لعلاج الميكوبلازما؟ شوف يا سيدي، المفروض ان انت طبعا هتستلم الكتكوت ما انتش عارف هل الكتكوت فيه ميكوبلازما ولا لا، فلازم تعمل برنامج تحضين المضاد الحيوي اللي فيه هو مناسب للميكوبلازما. زي ايه؟ هقول لحضرتك الترتيب من الاقوى الى الاضعف. اقوى مضاد حيوي هي ماده التلميكوزين، وده بيكون تقريبا بنسبه 25%، وجرعته نص سنتي على اللتر لمده 3 ايام متواصل. بتحط معاه بقى عشان تكمل برنامج التحضير علشان ما ننساش كوليستين والفيتامين أ د 3 هي والاحماض العضويه زي ما قلنا قبل كده في الحلقه بتاعه برنامج التحضير. بيجي بعد التلميكوزين التايلوزين. التايلوزين نفس شغل التلميكوزين ولكن تاثيره على البكتيريا اقل. بيجي بعد التايلوزين الاريثروميسين او السبايروميسين، الاثنين يعتبروا في درجه واحده، تاثيرهم على الميكوبلازما اقل ولكن تاثيرهم على البكتيريا اعلى شويه من التايلوزين. بيجي بعد الاثنين دول الاسبكتينومايسين، ولما بينضاف معاه اللينكومايسين بيعمل منتج اسمه لينكوسبكتين، ده بيكون فعال جدا ضد الميكوبلازما، بالاضافه بقى لان عليه لينكو فبالاضافه بقى بيشتغل على الكوليستريديا وبيشتغل على الايكولاي وباقي البكتيريا، وده انا بسميه الحصان الاسود. اللينكوسبكتين ده بيعمل كل اللي انت عايزه، معوي، تنفسي، بكتيريا، كل حاجة تقدر تاخدها، حتى انه كمان شغال منشط نمو، تقدر انك تعتمد عليه في زيادة النمو. طب ليه ما نحضنش باللينكوسبكتين لما هو حلو قوي كده؟ لان اللينكوسبكتين بيشتغل على الكوليستريديا، وانت عمر يوم ما عندكش كوليستريديا، فالافضل تعين السلاح القوي الفعال ده لعمر زي مثلا 10 15 20 يوم في المنطقة اللي انت لو احتجت علاج للسي ار دي هيكون فعال، برضو اكيد في نشاط للكوليستريديا فهيكون فعال. فالافضل انك تعينه للعمر الكبير علشان بالمره يجيب معاك باقي انواع البكتيريا زي الكوليستريديا. يبقى الافضل يا شباب ان احنا نحضن على التلميكوزين او التايلوزين، ده بيكون افضل اختيار دايما انا بنصح بيه. وبكده يا شباب نكون لخصنا مرض الميكوبلازما. الحلقه الجايه ان شاء الله هنشتغل على مرض السالمونيلا، برضه هنعرف اعراضه وازاي نشخصه واهم مضاد حيوي او ايه هي الطريقه الصحيحه للقضاء على السالمونيلا.